مصباح الصنعي، محمود الغربي يدخل كلاعب دائرة الآن، أيمن حماد يحاول المرور، الفانت محاولة التسديد، التمهيد لأيمن التومي، ممتازة التمريرة، كرة المباراة لعصام تاج، 21 مقابل 18. تقاطع الخط الخلفي نتج عنه انه عصام تاج يتحرك كويس قوي بخبرته وينهي لعبته بمهارة على التصويب لمرمى منتخب مصر بمهارة، استلم كويس قوي ونزل في حتة فاضية كويس قوي، قدر يتحرك. وهاشم يستلم الكرة ورمية مرمى لامس خط ال6 متر. هنا الكرات اللي هي بقى مصيرية، كرات مصيرية. ليه؟ المنتخب المصري انهى الهجمة بتاعته بالظبط في 15 ثانية. المنتخب التونسي انهى الهجمة بتاعته في 15 ثانية ل 20 ثانية، بس التمريرة الاسيستنت باص من التومي والمكان اللي خده كويس قوي قوي تاج كان له الاثر الايجابي. دفاع متقدم تماما من منتخب مصر 21-18 والمتبقي اقل من دقيقتين. الصنعي وتصويبه بقوه. الصنعي يكمل المهمه، مصباح الصنعي يكمل المهمه في الشباك. مباراة ولا اروع لمصباح الصنعي، الحارس لا يتحمل مسؤوليه لان ليس هناك دفاع، يمر مرور الكرام ويسجل المنتخب المصري في نهايه المقابله عن طريق اللاعب المتميز احمد الاحمر. منطقيا المنتخب التونسي وضع قدم في الدور النهائي. منطقيا طبعا لانه المتبقي ممكن ما يسعدش المنتخب المصري، ولكن لازم نقول حاجه يا بلال مهمه قوي، ان منتخب مصر كله الخبره فيه هي احمد الاحمر وحماده النقيب. المنتخب بالكامل مجدد ما بين مواليد 92 و90 و 88، ودي نقطة مهمة جدا. لابد من عشان تجهز منتخب كويس انك تصبر عليه، انك تبني فيه، انك تحقق منه الرغبة في الفوز. وهو النهارده عامل مباراة افضل بكتير جدا من مباراة الدور الاول. طبعا مباراة المنتخب المصري يقول حتى في صورة الانسحاب لا يخجل من هذا الانسحاب، لانه قدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا. الكوتش مروان رجب على مستوى الكوتشينج امام مدرب كبير اسمه افانديتش، محاولة المرور والثواني الأخيرة في المقابلة يقتل المباراة كمال علويني في الثواني الأخيرة، النتيجة 22 مقابل 19. مصباح الصنعي من بعيد والتصدي وتعود الكرة، لكن التصدي من كريم هنداوي. الثواني الأخيرة المنتخب التونسي في الدور النهائي من أجل المحافظة على لقبه، في انتظار إما الجزائر أو أنغولا. نتمنى أن تكون الجزائر للنهائي العربي، وهدف جديد من أحمد الأحمر 22 مقابل 20. خبرات المنتخب التونسي، محترفين المنتخب التونسي، قوة بنيان اللاعبين هي كانت الأثر الإيجابي. تغيير مروان مجايز، يمكن أنت بتقول إن هو ما لعبش خالص ولا مباراة في الدور الأول مروان مجايز، ولكن عندنا في مصر بنقول مثل مهم جدا، اللي تغلب بيه العب بيه. هو كان مصر على حارسه اللي بدأ معاه اللقاءات كلها، ولكن مروان مجايز قدر إنه يعمل 3 أو 4 5 كرات، منهم 2 رميتين جزائيتين كانوا ممكن يغيروا الموضوع تماما في اللقاء. نقول هارد لك للمنتخب المصري الذي يبقى قمة ومنتخب محترم جدا في كرة اليد الإفريقية والعالمية. ألف مبروك لكرة اليد التونسية، وتبقى كرة اليد التونسية كابتن خالد هي الرياضة الوحيدة في تونس التي ترفع علم بلادها، لا كرة القدم ولا رياضات أخرى، إلا واحد فقط، أسامة الملولي وكرة اليد. هذه هي الرياضة التونسية، تتلخص في كلمتين: كرة اليد والملولي. انا اقدر اقول مبروك للمنتخب التونسي، فعلا عمل كل اللي عليه، واقدر اقول هارد لك للمنتخب مصر وعمل كل اللي عليه، والمباراه خرجت في اطار الروح والمهارات والقدرات لمستوى الفرقتين على امكانيات الفرقتين في الخبرات وهكذا. هي دي بقى الحاجه المهمه اللي احنا بنستفيد منها. واضيف على اللي انت قلته كله لكره اليد التونسيه عباره مهمه جدا: كره اليد التونسيه مهارات 100%، هي التي ترفع الرياضة التونسية بنسبة 100%. ونشكركم مشاهدي بين سبورتس، لأننا نريد أن نكون دائما شعب واحد، والشعب العربي يكون يد واحدة. أنا وخالد خيري أعطينا المثال اليوم لكي نكون دائما متحدين، والرياضة هي رياضة. 60 دقيقة ونبقى أشقاء وأخوات وأخوان. وشكرا لكم على وفائكم. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة مع بين سبورتس. سيكون معكم الكابتن حميد الابراوي. كنت سعيد جدا مع زميلي خالد خيري. شكرا بلال، وبشكرك وبشكر كل مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات بين سبورتس. الى ان القاكم في مباريات اخرى قادمه، لكم مني اغلى تحياتي، الى اللقاء.